گهدارن هیجا و دلال دماوە خۆش بێ ئەس دیالە خەلەف دخەلەکە کنوودا ji کۆشەیە نوژدار بوەرەمە و divê xelekê de em li hola Diktor Joseph Abdulahad yê pispora nexweşiyê çavan de û mijaremeya vê xelekê dema ku hêstir bê sedem ji çavan tên xwar yan jê ku dema cihê hêstiran girtî bê çi sedemê vê nexweşiyê ne. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا فيك. دكتور، مجرى الدمع أو سيلان الدمع بدون إرادة، فيك تعرفنا على هالمرض؟ هلا بالنسبة للدمع هون نفرق بين شغلتين. لما يصير يشكي المريض إنه في دمع بعينه ممكن يكون هون واحد من شغلتين، إما زيادة إنتاج الدمع أو السبب الثاني هو نقص بتصريف الدمع من العين. هلا تنحكي أول شيء بنقص التصريف، نقص التصريف بمعنى إنه مجرى الدمع اللي يصرف الدمع عند الإنسان بشكل طبيعي يكون مسدود. هلا هون الانسداد ممكن يكون خلقي مثل ما يجينا بعض الأطفال أو يصير عند الكبار بالعمر أو بعض الالتهابات الفيروسية يصير تضيق مجرى الدمع، يسكر مجرى الدمع ما بقى يصرف الدمع بشكل جيد، فهون يجي المريض إنه أنا عيني عم تدمع. الطرف الثاني هو إنتاج الدمع زيادة. هلا زيادة إنتاج الدمع بالعين تصير نتيجة الالتهابات، إذا كانت التهابات تحسسية، جرثومية، فيروسية، في كمان وجود الأجسام الأجنبية داخل العين. في بعض الحالات ردود العين ممكن تزيد إنتاج الدمع، كمان الحالات حساسية، في بعض العالم عندهم حساسية زيادة للضوء، أو بعض الحالات العاطفية النفسية ممكن تزيد إنتاج الدمع. دكتور، في بعض الحالات مثلا الطفل الوليد يسيل دمعه بلا إرادة، ايش هو السبب الولادي بالذات؟ الطفل بشكل عام لما بيولد بالأشهر الأخيرة من الحمل في منطقة من الأنف هي نهاية مجرى الدمع عند الأطفال، هاي لازم تفتح بشكل تلقائي. في حوالي 20% من الأطفال يجونا هاي المنطقة نحن نسميها دسام هاسنر، هاي المنطقة بالأنف ما عم تفتح، يبقى غشاء رقيق فيعمل عبارة عن انسداد لمجرى الدمع، فيجي الطفل عينه عم تدمع، تجمع وسخ مفرزات، تبلش عادة بعد الولادة. هلا هاي علاجاتها أول شيء ممكن نلجأ نحن إلى عبارة عن تمسيد أو إجراء مساجات مع عطاء الأدوية. أما الحل الثاني في حال ما استجاب لهالعلاج بالمساجات أو بالتمسيد أو الأدوية ممكن بإجراء عملية هي عبارة عن فتح مجرى الدمع عبر إجراء مسبر أو سبر لمجرى الدمع. في وقاية لهالمرض، مرض مجرى الدمع، ولا بس تعالجوه؟ هلا بالنسبة عند الأطفال الصغار أكيد ما في وقاية، لأنه هي تيجي خلقيا مع الأطفال الصغار. وعند الكبار عادة نحن عم نلاحظ هلا في حالات أعمار صغيرة 40-50 سنة يجي عندهم انسداد مجرى الدمع، عادة هو يبلش بأعمار أكبر من هيك، بس وقاية بشكل عام ما في، بس العلاج عادة بهيك حالات الانسداد هو علاج جراحي. شكرا كثير دكتور. أهلا وسهلا بالسلامة. گهدارن هیجا هیویاما ئەوە گۆ ئێشو نەخۆشی دووری ژیانەوە بن، داخەلەکەکە دنج کۆشەیان وژدار بمێنن دەخێر و خۆشیەدا.